السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة انا جاية اكلمكم عن مفرمة كنود. بس قبل ما نبدأ الفيديو عايزاكم ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب وتفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. اول ما بنفتح الكرتونة بتاعتها ده بيبقى موجود معاها نفتح بالطريقة دي، بنلاقي دي الوشوش بتاعتها. هنفكها ونشوفها. وده اللي بيتركب فيه الوشوش عشان للفرم يعني، وليه كمان وشوش للبسكويت وحاجات تانية، بس انا لسه ما جبتش الوشوش دي. ده المفتاح اللي بيربط اللي هي دي، بيربط دي كويس علشان ما تتفكش وانتي شغالة. وده اللي هو بتحطي فيه اللحمة من هنا عشان تبدأي تحطيها للفرن. هنفتح كل ده ونشوفه. وده الجسم بقى اللي هو الأساسي اللي بتشغلي منه. ودي اللي هي بيبقى فيها حاجة الكوبيبة والحاجات دي، كل الحاجات دي هفتحها لكم واوريها لكم. بصوا بقى، دي كل الحاجات اللي هي بتيجي معاها. دي 3 وشوش بأحجام مختلفة، دي صغيرة ودي الوسط ودي الكبيرة. انا استخدمت الوسط منها، كانت حلوة قوي، فرمت بيها اللحمة، كانت تحفة. وثواني هركبها بقى واوريكم بتتركب ازاي. لما بنيجي نركبها احنا بنفتح المسمار ده كده وبندخل دي وبنقفله تاني، وبعد كده بنجيب الجزء ده نركبه كده، والجزء ده بنركبه كده، وبعد كده بنبتدي نحط اي حاجة من الاشكال اللي احنا عايزين نفرم بيها بالشكل ده كده. بعد كده بنبتدي نربط الوش ده كويس جدا اهو. ده اللي بيربط الوش معاكي وبيفكه كويس. تمام كده احنا ركبناها. بعد كده بنحط فوق الجزء ده كده، شايفين الشكل بتاعها بيبقى عامل ازاي. الطبق ده بيتشال علشان لو انتي حابة يعني هتفرمي اللحمة فما تنزلش على الفاضي، بتحطي الطبق ده كده ومن هنا بتحطي اللحمة وبتبتدي تاخدي قطعة قطعة تنزليها، وده بتدوسي بيه لو عايزة في حاجات انتي مش عارفة تحطي ايدك وعايزة تدوسي بيها. ده بقى بصوا بيتفتح، بيجي جواه الكوبيبة والسجق والحاجات بتاعتهم بتيجي جوه ده من جوه. ثواني هفتحه واوريهولكم. بصوا انا كده فتحته اهو بالطريقة دي كده. انا بفتحه طلعت منه الحاجات بتاعة السجق، بيبقوا 2، واحدة صغيرة وواحدة كبيرة، او قصدي السجق والممبار وكده. ودي حاجات الكوبيبة تيجي بالمنظر ده. تمام كده المفرمة دي كل الحاجات اللي بتيجي معاها، ودي طريقة تركيبها. اهم حاجة اللحمة تكونوا مقطعينها وسايبينها في التلاجة تتشمع، وبعد كده تبتدوا تفرموها. لان انا كنت بعملها وهي مبلولة كانت بتبهدل الدنيا. يعني اللحمة بعد ما بتغسليها تحطيها على طول، لا كده غلط. لازم تستني ان انتي تشمعيها تنشفيها كويس وتشمعيها في التلاجة مثلا نص ساعة ساعة، وبعد كده تبتدي تفرميها علشان المية اللي فيها ما تطرطش، وكمان علشان ما تصديش من جوه. المعلومة دي انا ما كنتش اعرفها، ولما عرفتها حبيت اعرفها لكم، ان لازم اللحمة تتشمع قبل ما تتفرم. دي حاجة مهمة جدا لازم تكونوا مركزين معاها
هي تحفة جدا، وسهلة تركيبها وسهل استخدامها وغسيلها، وحاجة كويسة جدا. حلوة قوي برضو لو جبت الوشوش بتاعة البسكويت وكده، هتبقى حلوة جدا في استخدام البسكويت والحاجات دي. لو حابة تعملي بسكويت للأولاد في البيت وكده هتبقى برضو تحفة جدا. شفت كذا حد جايبها وكانت حلوة، أنا بس لسه ما جبتهاش، بس فهي جميلة، أي حد عايز يجيبها يجيبها. نازل منها إصدار جديد برضو حلو، بس أنا حابة ده أكتر. ده كان الريفيو بتاعي على المفرمة بتاعة كينود 1600 واط. هي كلها ستيل زي ما انتوا شايفين كده، دي اكتر حاجة عجبتني فيها. ما كنتش حابة اجيبها خالص تكون بلاستيك او اي حاجة تانية. الجسم الخارجي يعني الستيل اكتر حاجة بتستحمل، وكمان بيبقى شكلها شيك وحجمها حلو قوي، مش كبيرة يعني مش ضخمة، صغنونة كده وحلوة وشيك جدا، واستعمالاتها سهلة زي ما قلت لكم. ويا رب يكون الريفيو بتاعي عجبكم، وما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب وتفعلوا الجرس. انتظروا ريفيو جديد في اقرب وقت ان شاء الله.